بتسأل كتير ازاي يا دكتور اتحكم في الافكار الكتير اللي بتهاجمني، وخاصة لما اجي انام. طيب، الافكار اللي بتقعد تهاجمني كتير، ممكن تبقى افكار ايجابية وافكار سلبية. ايا كانت الافكار دي ايه، فهو مخك عايز يتكلم معاك، جواه كلام وعايز يقوله، وعشان كده هو عمال يجيب لك افكار كتيره كتيره كتيره، لانه عايز يتكلم معاك. انت ما بتقعدش مع نفسك، ما بتقعدش تتكلم مع نفسك كده وتاخد وتدي معاها وكده، لا، انت سايبها دايما رميها كده، ما بتتكلمش معاها ولا واخد بالك منها. فهو بقى يجي يقوم عامل لك ايه بقى؟ يقوم جاي ملسوعك كده عشان خاطر تاخد بالك منه. يعني تعالى بقى اقعد معايا شويه نتكلم مع بعض. مخك بيبقى عايز منك ايه؟ مخك بيبقى عايز منك ان انت تتعاطف معاه، بيبقى عايزك تتعامل معاه برحمة، بيبقى عايزك ان انت تفهمه، اصلا ان انت تفهمه. طيب هنعمل ايه برضو؟ اول حاجة لما بتجيلي الافكار، لو انا عايز اسكتها، اول حاجة بفهم الشعور اللي من ورا الافكار دي، وبحاول اقدم لنفسي التعاطف. اول ما ابدا اقول لنفسي معلش وكتر خيرك، والموقف فعلا كان صعب ويضايق، وانت عندك حق، انت عندك حق يا سيدي، انت عندك حق، هو هيبدا يهدى ويبقى جميل وزي الفل، ويبدا خلاص بقى يقعد بقى يزن على دماغك ليه. تخيل كده واحد صاحبك جاي متضايق وعمال يحكي لك في حاجات مضايقه كتير كتير كتير، انت عايز تهديه، هتقول له ايه؟ يا عم كتر خيرك، عندك حق، انت هتلاقيه هدى وسكت وبقى جميل وزي الفل. تاني طريقة بتسكت بيها المخ لما بيقعد يتكلم كتير، ان احنا نجيب ورقة وقلم وهنقعد نكتب الافكار اللي جاية في دماغنا. هنكتبها من غير حلول، عادي جدا، مفيش اي مشكلة خالص، بس عايزين برضو نوصل رسالة لمخنا ان الافكار اللي انت عمال بتقولها دي بص عليها على الورقة، ما تقعدش تكرر كتير. لما هتلاقيها مكتوبة على ورقة قدامك، هو هيهدى، اللي هو ايه، خلاص تمام انا فهمتك، انت عايز تقول 1 2 3 4، تمام، هي دي الافكار اللي وجعاك وعمال تفكر فيها، اهي مكتوبه اهي، ما تقعدش تفكر فيها كتير. عاده المخ بعد ما الافكار دي بتتكتب بيهدى، وممكن لما تنام وتصحى تلاقيه بدأ يحل لك المشاكل اللي ورا الافكار دي لوحده، لان انت مجرد ان انت ما عبرت عنها وطلعتها على ورقه، هو بيبدا ياخد الامر ان هو تمام، انا المشاكل ديت بدل ما هي كانت بتلف كده جوه دماغي بقت مكتوبه، فواحده واحده بقى ابدا ان انا افكر بترتيب ونظام ازاي احلها. طيب، تالت حاجه تخلي الاوفر ثينكينج يهدى والتفكير الكتير يهدى، هو ان انا اسلم امري لله. على قد ما احنا بطبيعتنا متدينين، وفكرة التسليم لله يعني عندنا قوية جدا، وايماننا بربنا عالي قوي، ولكن بيجي وقت بنبقى محتاجين نفكر نفسنا اكتر، محتاجين نعرف نقول لنفسنا اكتر انا مسلم امري لله، حتى لو لسه مش قادر اسلم. اكرر كتير اكرر كتير، مع التكرار هيبدا عقلي يصدق، مع العقل الباطن بيستجيب للتكرار. كل ما اكرر واقول تمام انا مسلم امري لله، ان شاء الله ربنا يحلها، ان شاء الله ربنا يحلها، ان شاء الله خير، واكرر كتير كتير كتير، هيبدا ان هو يهدى ويبطل يزن عليك بالافكار دي.